أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. النهاردة الخبر اللي قدامي، الداخلية بتكشف تفاصيل مقتل الضابط اليمني بأقراص منومة وعصابة من 4 أفراد بينهم سيدتان. تعالوا نشوف التفاصيل إيه. أعزائي المشاهدين، الوزارة قالت في بيان رسمي إنه وصل لمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص يمني الجنسية بعثوره على جثة أخوه بداخل شقته، وطبعا وبعثرة محتوياته حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين. بيقول أنا بقالي يومين ما شفتش أخويا، ورايح أشوفه في الشقة لقاه طبعا خلصان، بسرعة بلغ المديرية. طيب تعالوا بقى نشوف المديرية عملت إيه. التحريات طبعا اشتغلت فورا، وبعد التحريات تم القبض على 4 أفراد. طبعا ال4 أفراد هم اللي قاموا بالعملية، ارتكبوا الجريمة. مين بقى؟ واحد اسمه رمضان محمد 29 سنة، سواق ومقيم بالمنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وسبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها قتل وسلاح بدون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد. ومعاه مين بقى؟ معاه عبد الرحمن أشرف شحاتة مصطفى، شهرته عبده عسلية، 19 سنة، خراط ومقيم بالطوابق بالجيزة. الوزارة قالت ايه تاني؟ قالت ان قائمة المتهمين كانت بتضم إسراء صابر، وشهرتها دينا 22 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنشية ناصر بالقاهرة، وسهير عبد الحليم شهرتها منا 17 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنشأة ناصر بالقاهرة، وطبعا تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم. تعالوا نشوف الضابط اتقتل ازاي او مات ازاي. أعزائي المشاهدين، اللي قدامي طبعا هنا دس أقراص منومة في مشروب. هنا الوزارة ذكرت ان بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للجريمة، وقالوا ان في 2 منهم كانوا اتعرفوا على المجني عليه، واتفقوا طبعا على انهم يسرقوه بمساعدة اخرين. قالوا ايه تاني؟ قالوا انهم استغلوا استضافة الضابط اليمني لهما بمنزله مساء اليوم اللي هو اتقتل فيه. الراجل استضافهم، راجل محترم استضاف الناس، ولكن هدفهم كان انهم يقضوا عليه. وطبعا حطوا له الاقراص المنومه داخل المشروب في محاوله طبعا لتخديره، وطبعا الاخرين قاموا بالدخول للمسكن وهددوه بالسلاح ابيض. طبعا هو قاومهم فتعدوا عليه وخلصوا عليه، ربطوه طبعا وأنهوا حياته. يعني الجماعة طبعا الراجل استضافهم في بيته، حطوا له أقراص منومة، جابوا الناس طبعا اللي بره، دخلوا طبعا ورفعوا عليه سلاح أبيض، قاوم، ربطوه، خلصوا عليه. الوزارة قالت إن المتهمين خدوا مبالغ مالية أجنبية ومحلية وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة طبعا إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكن، ولازوا بها إيه؟ بالفرار، هربوا بيها. الوزارة قالت إن المتهمين طبعا أرشدوا على كل المقتنيات والحاجات اللي خدوها، والسيارة المستأجرة والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد الخرطوش، وعدد من الطلقات كانوا بحوزة ايه؟ احد المتهمين. بيقولوا طبعا انه تم ضبط السيدة تدعى آية رضا محمود 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز وسيم بالجيزة.
وهي ابنة زوجة المتهم الأول، سبق اتهامها في قضية مخدرات لإخفائها جزءا من المسروقات. تعالوا نشوف البيان اليمني بيقول ايه. وبعد دقائق قليلة من إعلان وزارة الداخلية المصرية تفاصيل ملابسات اللواء حسن بن جلال العبيدي الضابط الكبير بالجيش اليمني، أعلنت السفارة اليمنية أن الحادث دوافعه جنائية بهدف السرقة. وقالت السفارة في بيان رسمي أنها تابعت منذ تلقيها بلاغ مقتل اللواء العبيدي في شقته بالقاهرة وقائع ملابسات القضية، وقام ممثلو السفارة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية المختصة في مصر للوصول إلى حقائق الواقع. وقالت أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت سريعا من ضبط الجناه والمسروقات في فترة وجيزة، مضيفة أنه اتضح من النتائج التحقيق أن دوافع الجريمة جنائية بهدف السرقة. وذكرت أن المختصين بالسفارة سيقومون باستكمال إجراءات استلام جثمان الفقيد وترتيبات الدفن. بداية الواقعة، وكانت السفارة اليمنية في القاهرة قد أعلنت مقتل ضابط كبير بالجيش اليمني في شقته بمصر. وقالت السفارة في بيان رسمي وقتها إنه تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع مقتولا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أنها قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة مقتله. حادث